السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة موروكو ستاديوم. واليوم غادي نغوصوا في واحد من أهم المشاريع الرياضية اللي كتعرفها بلادنا، وهو تجديد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. غادي نهضروا على كل صغيرة وكبيرة في هذا المشروع، وشنو اللي كيدار باش يكون واحد من أكبر وأحدث الملاعب في المغرب وأفريقيا. أول حاجة خاصنا نعرفوا شنو هي الخلفية ديال هذا المشروع. ملعب الأمير مولاي عبد الله هو من الملاعب التاريخية في البلاد، كان معروف بزخم الجماهير ديالو وبالمباريات الكبيرة اللي دارها، ولكن مع الوقت والحداثة اللي وصلت لها الرياضة كان ضروري ندخلوا في مرحلة تحديث شاملة باش يواكب المعايير العالمية واللي يقدر يستقبل البطولات الكبرى بحال كأس إفريقيا ومونديال 2030. واحد من أكبر التغييرات اللي وقعت هو زيادة الطاقة الاستيعابية ديال الملعب. من 47 ألف مقعد وصلنا ل 68 ألف، وهذه الزيادة ماشي غير أرقام، بل هي تجديد شامل للمدرجات باش يكونوا المقاعد أكثر راحة وأمن ومتوافقة مع متطلبات الفيفا. المقاعد جديدة مصنوعة من مواد متينة وعصرية، وكاينة متابعة دقيقة باش كل مقعد يكون في المكان المناسب. باش نزيدوا نفهموا حسن، خصنا نعرفوا أن الملعب القديم كان فيه مضمار ديال ألعاب القروة كيحيط بالميدان، وهذا الشيء كان كيبعد الجمهور على المباريات، وكان كينقص من حماس الجماهير وتأثيرهم على اللاعبين. ولكن في هذا التحديث قرروا يشيلوا المضمار، وهذا يعني أن المسافة بين الجمهور والميدان تقلصات بزاف، وهذا الشيء كيعطي إحساس قوي بالأجواء ويخلق تفاعل أكبر بين الجمهور واللاعبين. الملعب دابا غادي يولي عنده شكل مستطيل، وهذا تغيير مهم حيث الشكل المستطيل كيتناسب أكثر مع مباريات كرة القدم الحديثة، وكيساعد في التحكم في الرؤية والسلامة. التصميم الجديد كيخلي الملعب عصري وكيعكس الهوية المغربية بلمسة حديثة. حاجة مهمة أخرى هي السقف الكبير اللي غادي يغطي كامل المدرجات. السقف هذا ماشي غير ديكور، بل هو وسيلة لحماية الجمهور من حرارة الشمس ولا من الأمطار اللي ممكن تعكر على المتفرجين والمتابعين. تركيب السقف هذا المشروع تقني بامتياز، حيث يحتاج آلات عملاقة ورافعات ترفع قطعة ثقيلة حتى 70 متر فوق الأرض، وهذا الشيء كيتطلب دقة وتنظيم محكم باش يتم التركيب بأمان. ما ننسوش كذلك التطويرات اللي كيديروها في مرافق الملعب. الإضاءة تولي حديثة بزاف باش حتى المباريات الليلية تكون واضحة وسلسة في المتابعة. المرافق الصحية كيتم تحديثها بالكامل باش تضمن الراحة والنظافة للجماهير الكبيرة اللي غادي تحضر. كذلك كاين تطوير للمداخل والمخارج ديال الجمهور مع ممرات واضحة وآمنة، وسائل الإخلاء في حالات الطوارئ، بحيث يكون الملعب ماشي فقط كبير بل آمن 100%. من جهة أخرى، مواقف السيارات كتتزاد سعاتها بشكل كبير مع مواقف تحت الأرض وبالواجهة باش تسهل الدخول والخروج في أيام المباريات، وهذا أمر مهم جدا باش ما يكونش زحام وتعطيل للناس اللي جايين يتفرجوا. العمل في المشروع مستمر بشغف كبير وباحترافية عالية، والعمال والمقاولون كيتابعوا كل مرحلة بتفصيل مع استعمال تقنيات البناء الحديثة وأحدث المعدات، وهذا باش يضمنوا الجودة والسلامة في البناء. المسؤولين كيأكدوا أن التسليم النهائي للملعب غادي يكون في مارس 2025، يعني عندنا وقت كافي باش المشروع يتكمل على أحسن وجه، وهذا الشيء كيعطي الأمل للجماهير والفرق باش يكونوا في مكان يليق بيهم وبطموحات المغرب الرياضية. ما خصناش ننسوا أن هذا المشروع ماشي غير بناء ملعب، بل هو رمز كبير لتطوير الرياضة في المغرب، حيث كيساهم في رفع المستوى البنية التحتية وكيجلب استثمارات كبيرة في المجال الرياضي والسياحي، وكيوفر فرص عمل للشباب في المنطقة. وبالإضافة لهذا الشيء كامل، الملعب غادي يكون قبلة للبطولات الكبرى سواء كانت بطولات قارية أو عالمية، وهذا كيعطي دفع قوي لكرة القدم المغربية وكيساعد في الاستعدادات للمنتخب الوطني باش يحقق نتائج باهرة. في الختام كنوصيكم تتابعونا على قناة موروكو ستاديوم باش توصلكم جميع الأخبار والتحديثات الحصرية على ملعب الأمير مولاي عبد الله وباقي المشاريع الرياضية في المغرب. ما تنساوش تكتبوا لنا آراءكم في التعليقات وتديروا لايك وسبسكرايب لدعم القناة. شكرا بزاف على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.